السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اليوم فاطمه الزهراء الرباطيه بغات دير لكم واحد العصير بدون فواكه. الصراحه كيجي لذيذ وكيجي غزال، ما غاديش توليو تستغناو عليه الا جاو عندكم الضياف على غفله. انا هذه هي الطريقه اللي كنستعمل. بالنسبه لي انا عندي هنا نص لتر ديال الحليب بارد كيف ما كتشوفوا، عندي 3 ديال الفرماجات الجبن المربع ماشي المثلث لانه ما كيكونش مالح، عندي معلقه ديال العسل اللي بغاها انا كتعجبني، اللي ما بغاش يديرها يستغنى عليها ماشي مشكل. بالنسبه اللي عنده مربى ديال اي فاكهه، عندك نفترض مربى ديال الفريز غادي ديري دانون بنكهه الفريز، عندك مربى ديال المشمش غديري دانون ديال المشماش، عندك اي اغوم عندك ديال المربى غديري دانون كيشبه ليها. هنا عندي ملعقه واحده من السكر كبيره بهذا الحجم. على بركه الله غادي نبداو. عندي نصف لتر من الحليب، غادي نضيف ليه هذاك الجبن المربع 3 كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف ليه ملعقه من السكر، غادي نضيف ليه ملعقه من المربى على هذه الطريقه هذه، وغادي نضيف ليه ملعقه من العسل كيف ما كتشوف. غادي نضيف ليه الياغورت، حيت كنصور غير بيد وحده، انا غنضيف الياغورت كله. دابا ما عليا الا غادي نخلط هاد المكونات هادي ونوريكم الخليط اللي كنحصلوا عليه كيفاش داير. انا غادي نطحنو نعاودو نتلاقاو. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما طحنت العصير ديالي صبح على هذا الشكل هذا، كما كتشوفوا انه كيجي خاطر وكيجي لذيذ. كنتمنى انكم تجربوه، الصراحه راه كيجي غزال، كيجي كريمي وكيجي زوين. كنتمنى انكم تجربوه. ما تنسوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات.